محمد فؤاد تعرف على مرضه وتأثيره على أعماله ومشاركته في حفل ديسكو 90 في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني فيديو جديد وخبر جديد وخبر مهم جدا 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 وترند العالم أجمعين وترند مصر كمان الأول. ترند مصر الأول. ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد وخبر جديد وخبر مهم جدا 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 جدا. ويلا بينا نعرف ايه هو الخبر. محمد فؤاد تعرف على مرضه وتأثيره على أعماله ومشاركته في حفل ديسكو 90 في لبنان. عانى الفنان محمد فؤاد من أزمة صحية شديدة عقب أيام قليلة من حفل زفاف نجله عبد الرحمن الذي أقيم في 20 إبريل الماضي. مرض محمد فؤاد بالعصب السابع. محمد فؤاد كشف في تصريحات صحفية إنه تعرض لإصابة بالعصب السابع بعد فرح نجله، وكان قد أدخل في شبه جلطة، مما استدعى سفره إلى ألمانيا للعلاج فيه، وهو حاليا في مرحلة التعافي. على الرغم من إصابته بالعصب السابع، لم تتأثر ارتباطاته الفنية بشكل كبير، حيث أكد مصدر من شركة فالفيت برودكاشنز المنظمة لحفل ديسكو 90 في لبنان يوم 25 يوليو الحالي أن الحفل قائم بشكل طبيعي وبحضور الفنان محمد فؤاد. وأضاف أن فؤاد أحيا مؤخرا حفلا في الساحل الشمالي بشكل طبيعي. مصدر مقرب من الفنان أوضح أن فؤاد اكتشف إصابته بالعصب السابع في اليوم التالي للاحتفال بزواج نجله في إبريل الماضي. بعد الفحوصات أكد له الأطباء أن العلاج الطبيعي والراحة ستساعد في تعافيه، وقد بدأ بالفعل في العلاج قبل ظهوره في حفل خطوبة ابنته بسملة. يتابع فؤاد علاجه حاليا في الساحل الشمالي بعد عودته من ألمانيا، حيث سافر للعلاج من ألم في الظهر بين منتصف مايو وأوائل يونيو. فؤاد احتفل بخطوبة ابنته بسملة منذ أيام قليلة في الساحل الشمالي بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين. خلال الحفل قدم محمد فؤاد عددا من أهانيه وهو متأثر ويبكي من فرحته بابنته. ظهوره في هذا الحفل وهو متأثر بإصابته أثار قلق جمهوره، وفي هذا السياق أكد مصدر مقرب للفنان محمد فؤاد إنه بصحة جيدة وأحيا حفلا في الساحل الشمالي منذ يومين، مشيرا إلى أنه حالته تتحسن تدريجيا. الجمهور تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة لفؤاد بعد الحديث عن إصابته بالعصب السابع. من ناحية أخرى، طرح فؤاد مؤخرا كليب يحمل اسم سلام الذي حقق نجاحا كبيرا على يوتيوب. كليب سلام من كلمات أمير طعيمة وإخراج كريم مسلم وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع تومة، وضم الكليب مشاهدة عديدة من حفلات محمد فؤاد التي قدمها مؤخرا. إصابة محمد فؤاد بالعصب السابع قد طرحت تأثير حول تأثيره للإصابة على ارتباطاته الفنية، وهل بدأ خطوات إيقافها ومع اقتراب موعد حفل ديسكو 90 في لبنان. كل سؤال عن موقف الفنان. مصدر من شركة فالفيت برودكاشنز أكد أن الحفل قائم بحضور الفنان ونحن على تواصل معه، ويحيا حفلا في الساحل الشمالي بشكل طبيعي. ورغم المخاوف الصحية، لا يزال فؤاد ملتزما بمشاركته في الفعاليات الفنية، حيث أعلن فريد بوسعيد نقيب المهنة الموسيقية اللبناني أن الحفل ديسكو 90 في لبنان يوم 25 يوليو ما يزال قائما. تم استهلاك تصاريح الحفل وسيحييه فؤاد إلى جانب إيهاب توفيق وحسام الحسيني.
إصابته بالعصب السابع لن توقف نشاطاته الفنية، بل هو بل هو بل هو مستمر في تقديم حفلاته ومتابعة علاجه حتى يستعيد كامل صحته. ومع كل هذا الدعم من جمهوره والمقربين منه، يتوقع الجميع أن يعود فؤاد إلى النشاط الفني بكامل طاقته قريبا. وهي دي إحدى الأخبار والترند مصر الأول. وشكرا لكم، ونرجع لكم في خبر جديد وفيديو جديد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا.